السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. شفنا كلنا طبعا في الفترة الأخيرة أمريكا بتعربد في المنطقة العربية، وبتحاول أي دولة تحاول تظهر إن هي قوية، أو إن هي تحاول تدافع عن الحج، أو تحاول تتدخل في القضية الفلسطينية، أو تدافع عن العروبة، أو تدافع عن الإنسانية. طبعا أمريكا بتداش فرصة، وبتبين إن هي الفتى القوي واللي محدش يقدر يسيطر عليه، والمحدش يقدر يقوله لا. بسبب بايه السبب انا مش عارفه. يعني دي دول ليها سيادتها وليها حدودها. المفروض القوانين الدوليه تمنع كل اللي حاصل ده. مين اللي سايب امريكا تعربد بالشكل ده؟ انا مش عارفه. طبعا كلنا شفنا في الفتره الاخيره الانبطاح من الدول العربيه للاسف لقبل امريكا. ما بينوش اي قوه، ولا بينوا استسلام كامل طبعا، وادوا فلوس. طبعا شفنا كلنا القصه الشهيره بتاعت قطر والسعوديه والامارات اللي ادوا فلوس طبعا زي جبايه كده يعني، وكسر عين وكسر نفس من الدول العربيه لامريكا. ما ظهروش طبعا اي قوه او اي مقاومه، استسلام تام وانبطاح تام. طبعا امريكا عربضت في المنطقه. وشفنا الفترة الأخيرة برضو لما اختطفت رئيس فنزويلا. طبعا فنزويلا مش دولة عربية ولا حاجة، بس نظام ايه يعني، هي ما كانش يلزمها فنزويلا. بدليل ان هي حاليا بيقول لك لا، اصل ده البترول اللي في فنزويلا ده محتاج مضخات معينه، ومحتاج مصافي معينه، ومحتاج معرفش ايه، ادوات معينه واجهزه معينه. مش يعني بمعنى صح هيكلفنا اكتر، يعني ايه ما يلزمناش. طب ما هو يعني هي اللي هي دوله زي امريكا بقوتها العلميه والماليه والسياسيه والمخابراتيه، قبل ما يخطوا خطوه زي انهم يختطفوا رئيس دوله بحجم فنزويلا، ما كانوش عارفين كل التوابع ديت وكل الحاجات اللي هتحصل دي؟ طبعا عارفين. هي القصه انهم استخدموها مش اكتر، ان هي ايه يعني، بيرهبوا الدول العربيه، وبيرهبوا اي دوله تقف قصاد امريكا. بصوا شوفوا اهو، يضربوا الايه المربوط يخاف السايب بمعنى صح. داخلين بعد كده على غرينلاند دهياتي، اللي بيقول لك دي جزيره. طبعا دي جزيره بيقول لك دي تحتيها بحر من الثروات والمعادن البكر الخام التي لم يصل اليها يد قبل كده، من الذهب بقى، من البترول، من حاجات كتيره جدا. وشفنا طبعا الدول الاوروبيه والغربيه بدات تلهث كلها وتجري، يحاولوا يعملوا اتفاقات واتحادات ضد امريكا عشان يبعدوا عن ايه، عن الجزيره بتاعت ايه، بتاع جرينلاند دهيت. بعد كده داخلين طبعا المخطط الاساسي الدول العربيه. طبعا مين اللي كان في الواجهه ليهم والواقف لهم بالند؟ اليمن من ناحيه، وايران من الناحيه التانية. شفنا الضربه الاولانيه او الاحداث اللي حصلت بين ايران وبين اسرائيل في الفتره اللي فاتت، ويعني يعتبر تعادل ما بين القوى، ما فيش حد انتصر على التاني. وعملوا زي تهدئه. طبعا تهدئه مش بهدف التهدئه، تهدئه بهدف التخطيط وازاي يعرفوا يوصلوا للي هم عايزينه. وطبعا اثاروا الفتن واثاروا الثورات زي ما حصل في مصر عندنا، وعملوا ثورات مفتعله واعتراضات وانقلابات مفتعله في الشعب. طبعا في الشعب الايراني، عشان خاطر يلهوا الدوله بمعنى صح في حياه تانية بعيد عن اسرائيل، قبل ما يخططوا لها وينفذوا لها. لا، وقال ايه بحجه ايه؟ لا، لو تعرضت الدوله الايرانيه للمتظاهرين، او اي قمع حصل ضد المتظاهرين، امريكا هتتدخل. بأمارة ايه علاقه امريكا بالموضوع، وايه علاقتها بالشرق الاوسط، وايه سلطتها على الدول دول الشرق الاوسط؟ ما اعرفش. مين اللي حشرها؟ ما اعرفش. مين اللي اداها السلطه دي؟ ما اعرفش. طب ما انت يا سيدي في المقابل يا كذاب يا منافق يا مجرم، ما انت عندك في مصر حصل اكتر من كده واتي، وحصل قمع المتظاهرين، وحصل قتل، والف ومش عارفه، والف وكام في رابعه اتقتلوا، وكام الف معتقلين، وكل جمعيات حقوق الانسان اثبتت ادله اللي حصل في السجون المصريه، ورغم ذلك ما تدخلتش. انا ما بحرضش على امريكا على انها تيجي لمصر، لكن ايه الاسباب بقى؟ ان اي حد ضد ماما امريكا بيتهرس، لكن حبيبهم المطبع ليهم اللي تحت باطهم. تبادل الازواج اللي حاصل، لا بالعكس، كمان ممكن تبادل الازواج يبقى ند بالند، بديك زوجته وتاخد زوجتك واخد زوجتك. لكن احنا هنا بندي اعراضنا وبنرمي اراضينا وبنرمي منبطحين، كاملين الانبطاح قدام امريكا وقدام اسرائيل. شايفين حدودنا الشرقيه مخترقه والغربيه مخترقه، وبايادي اماراتيه. وخدنا برضو الامارات خدتنا تحت عبها عشان احنا ناس دنيه ومحتاجين فلوس، ونذل نفسنا ونذل بلدنا ودولتنا عشان خاطر الفلوس. ان انا اثبت وجودي واعتراف، من الامارات ومن غيره بشرعيه الحاكم المجرم الانقلابي في مصر عبد الفتاح السيسي. سلمت البلد، سلمتها على طبق من فضه للغرب وللشرق والدول العربيه. طول ما تحت باطهم ما فتحش بوجه بكلمه هيبقى حبيبهم. ليه ما تعرضوش لمصر رغم ان اللي حاصل في مصر اكتر من اللي حاصل في ايران؟ يعني كل الدراسات وكل
كل الامور بتقول ان فعلا في مشاكل اقتصاديه في ايران، ما انكرناش. وحصل ان حصلت ثوره مفتعله برضو زي اللي حصلت في مصر، وحصل رد من المسؤولين الايرانيين ومن الجيش الايراني ضد المتظاهرين. حصل، بس في المقابل ان المظاهره دي اصلا مفتعله ومسلحه، وصل لها تسليح بطريق غير مباشر من اسرائيل ومن الامارات. ده كله عشان ايه؟ عشان يظهر ان في سبب للتدخل الامريكي زي ما حصل في العراق، السبب التدخل الامريكي في ايران، زي ما حصل في ايه، في العراق. وقال لك ده اصل ده صدام ده ديكتاتور، وصدام في معرفش ايه اسلحه نوويه، بيعمل قنبله نوويه، وفي في معرفش في يورانيوم ومش يورانيوم، القصه دي كلها. وفي بعد 20 سنه بعد ما دمروا العراق رجع قال ما حصلش الكلام دوت، وبشهاده الجنود وبشهاده المسؤولين في امريكا قال ما كانش في اي حاجه، دي مجرد خطه يعني زي اللي ايه المفروض ايه هتتعمل دلوقتي على ايران. فالشاهد يعني ان اي حد يفتح بوجه في الشرق الاوسط ضد امريكا هيبقى ابن كلب. لكن اللي مستسلم واللي منبطح كالعاده حبيبهم الدكتاتور المفضل، دكتاتورهم المفضل. شكرا لحسن استماعكم.